صدمة وجنون الإعلام الجزائري بعد رد فعل أسبانيا على قبول المملكة المغربية في الانضمام لملف المشترك ما بين أسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030. لن تصدق ماذا قال. السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة. بشكر كل الناس اللي بتدوس لايك، اللي بتشير الفيديو من قبل ما حتى ما يبدأ الفيديو، وجميلكم ده موجود على راسي. بشكر كل المغاربة. عندنا النهارده رد فعل الإعلام الجزائري اللي خلاص بقى في حالة انهيار لما شاف الصحف والإعلام الإسباني بيتكلم إن المملكة المغربية وافقت، أخيرا وافقت، وده يدل اللي كان فيه مفاوضات كثيرة جدا بين أسبانيا والبرتغال لإقناع المملكة المغربية للمشاركة فيهم. يعني تخيلوا هم اللي عايزين المملكة تنضاف معاهم في التنظيم 2030 علشان هم عارفين إن المملكة المغربية إضافة ليهم في تقوية الملف اللي هيتقدم بملف مشترك، اللي أكيد الملف الأقوى اللي قدامه حتى الآن مصر والسعودية واليونان. والسعودية طبعا جايبة رونالدو، عمالة تصرف مصاريف جامدة، عمالة تجذب الناس علشان تقول إحنا عندنا كورة، إحنا بنعمل تسويق من دلوقتي ل 2030. وكمان المملكة المغربية مع أسبانيا والبرتغال ملف قوي جدا علشان البنية التحتية اللي عند المملكة المغربية، وهكذا أسبانيا وهكذا البرتغال، وكمان القرب الاستراتيجي اللي ما بينهم. يعني اللي في المغرب هيقدر يروح اسبانيا بسهوله، هيقدر يروح المغرب بسهوله، هيقدر يروح البرتغال بسهوله، هيبقى في نقل والتنقل ما بينهم حاجه عظمه. وكمان خبرات المملكه المغربيه في استضافه كاس العالم للانديه وظهورها بعرس افريقي عالمي على الاراضي المغربيه حاجه كانت مفخره لكل المغاربه وكل العرب وكل الافارقه. وكمان المملكه المغربيه مرشحه بقوه لتنظيم كاس العالم للفوتسال 2024. فيها عظمه اكتر من كده. يعني انا عايز بس في حاجه نقدر نتكلم فيها، ان المملكه المغربيه بنتكلم تامن العالم في الفوتسال، بنتكلم على رابع العالم في الكوره الكبير، بنتكلم على اول منتخب سيدات وصل لكاس العالم. احنا ناقص لنا ايه تاني؟ يعني ناقص لنا ايه تاني نتكلم عنه ما شاء الله في المملكه المغربيه؟ تنظيم البطولات الكبرى بزياده زي كاس العالم، ناقص لنا الليفل الوحش زي ما بيقولوا كاس العالم. يبقى احنا كده خلصنا على كله. وده اللي جن جنون الاعلام الجزائري في حاله انهيار. ازاي اسبانيا اللي بتتفاوض مع المغرب عشان تنضم ليها خلاص عندهم مرض المغرب في حته تانيه؟ يا جماعه لو الزمن وقف وسنين قعدتوا سنين ضوئيه تشتغلوا، مش هتوصلوا لقدام 20 سنه عشان توصلوا لما وصلت اليه المملكه المغربيه الشريفه. خلص كلامي. شابوه للمملكه المغربيه، شابوه للاداره الحكيمه من السيد محمد السادس ملك المغرب، وشابوه للسيد فوزي الأقجع اللي كل ما يتحارب كل ما يتزاد اصرارا على رفع علم المملكه المغربيه. بشكركم شكرا جزيلا، والعزاء للحاقدين.